السلام عليكم. صدمة وانهيار الإعلام الكاميروني بعد فوز المنتخب الجزائري على المنتخب الإيراني، ورغب صامويل إيتو من قرار الفيفا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز المنتخب الجزائري على المنتخب الإيراني في المباراة الودية التي أقيمت في قطر، ليصبح الفوز الثالث على التوالي لمحارب الصحراء، فقد صرح أسطورة المنتخب الكاميروني باتريك مابوما وأدلى بتصريحات لصحيفة ياون توداي، وقال: لم أتوقع فوز المنتخب الجزائري على الإيراني بعد إقصائهم من المونديال، ولكن كلمة الحق، المنتخب الجزائري يستحق التواجد في المونديال، وأنا لا أكذب ولا أنافق، لأنني أعلنت إسلامي منذ أيام قليلة، والمسلم لا يكذب ولا ينافق. الكاميرون تأهلت بسبب الحكم بكاري جسامة، والجزائر هي التي كانت تستحق التواجد في المونديال. بينما علق المهاجم الأسطوري لمنتخب الكاميرون روجيه ميلا وأدلى بتصريحات لقناة أفريكا سبورت، وقال: أعتقد أن المنتخب الجزائري في طريقه الصحيح بعد فوزه على أوغندا وتنزانيا وعلى إيران المصنف الأول آسيويا، وأنا علمت أن هناك بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية سيلعبون لصالح المنتخب الجزائري، وهم من بين 4 أو 6 لاعبين، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية سيصنعون الفارق لصالح المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية القادمة، وسينافسون على لقب هذه البطولة بهذا الإحلال والتجديد في المنتخب الجزائري. بينما علق قائد المنتخب الكاميروني أبو بكر وأدلى بتصريحات لقناة SSC السعودية، وقال: الجزائر فازت على المصنف الأول آسيويا وهو المنتخب الإيراني، ولكن هي لم تتغلب على منتخب الكاميرون، فنحن أسود الكاميرون والكل يعرف ذلك في إفريقيا، وسنشرف الكرة الإفريقية في كأس العالم. ولكن ما أدهشني في المنتخب الجزائري هي مجموعة اللاعبين الجدد الذين يلعبون بروح قتالية، وأخشى مواجهة الجزائر في كأس الأمم الإفريقية القادمة في الكوت ديفوار، لأنهم سوف ينتقمون من منتخب الكاميرون. بينما علق رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو وأدلى بتصريحات للإذاعة الكاميرونية منذ قليل، وقال: ما علمت أن هناك بعض اللاعبين الذين سينضمون للمنتخب الجزائري في التربص القادم في شهر مارس، ومنهم أمين جويري وحسام عوار وميكائيل أوليز وياسين عدلي، وهؤلاء اللاعبين أعتقد أنهم سيصنعون الفارق مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار. ولكن ما أخشاه الآن هو بعض الأنباء التي وردت من الفيفا أنه من الممكن إعادة مباراة الجزائر مع الكاميرون، ولو حصل ذلك ستكون كارثة كبيرة على المنتخب الكاميروني، ونحن نحارب من كل الاتجاهات من أجل عدم إعادة هذه المباراة، لأنها لو أعيدت سوف تكون معنويات لاعبين منخفضة جدا ومرتفعة بالنسبة للمنتخب الجزائري بانضمام هؤلاء اللاعبين الجدد، وأرجو من الفيفا عدم إعادة هذه المباراة. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.